حاسس ان ده اول فتره دي والايام شبه بعضها والدنيا مش احسن حاجه. طب ما حاولتش تساعد نفسك؟ والنبي بالله عليك هي مش ناقصه كلام تحفيز، انا مش ناقص، كفايه اللي انا فيه. مين قال لك اني هقول لك كلام تحفيزي؟ انا عايز اساعدك. انا نفسي مش عارف اساعد نفسي، انت هتساعدني؟ طب ما تحكي لي بالظبط ايه اللي مضايقك ونجرب، مش هنخسر حاجه. انا مش عارف انا عايز ايه من حياتي ولا عارف ايه اللي المفروض يتعمل. طب ممكن اسالك سؤال؟ بعيش اليوم كله بدون هدف ومش عارف اعمل ايه. تقدر تقول لي ايه الحلم اللي نفسك تحققه؟ حلم ايه يا معلم؟ انت بتصدق الكلام ده؟ طب ينفع تسمعني ولو مره واحده بس وبعد كده تحكم؟ يا عم ماشي سمعتك، قول لي. هقول لك بس ما تنساش احنا في القرن ال21، من حق افهمك وحقك تكون فهيم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا فهيم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت اول مره تشوفني فانا بحاول اساعدك انك تحسن من حياتك كل يوم وبصوره مستمره، فلو انت مهتم بالمحتوى اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعار لما ننزل فيديو جديد، ولو انت من الفهيمه فسيب قلبك وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. زمان واحنا صغيرين كانوا بيسالونا سؤال صح لكن بصيغه غلط، والسؤال ده كان هو اول سؤال بيريفير لحياتك العمليه ومستقبلك. كانوا بيسالوك انت نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ كلنا تقريبا بنختار اما مهندس او دكتور او ضابط. السؤال ده هو اهم سؤال انت لازم تفضل تساله لنفسك طول حياتك. لازم تسال نفسك انت ايه هدفك من الحياه؟ الحياه اللي انت عايشها دلوقتي هل انت حاببها وراضي عنها ولا نفسك تعدلها من كل الجوانب؟ نفسك تعدل علاقتك بربنا وعلاقتك باهلك وعلاقتك بنفسك، وهل مبسوط بالفلوس اللي بتدخلك ولا نفسك تكبرها؟ ومكانتك الاجتماعيه او البيئه اللي انت عايش فيها نفسك تعدلهم ولا انت مبسوط وحابب المكان اللي انت عايش فيه؟ وفي فرق كبير ما بين انك تكون مبسوط وبين انك تكون راضي. احنا راضيين بكل شيء الحمد لله، لكن انا عن نفسي كل يوم بسعى ان احسن من حياتي واطورها. عموما لو انت واحد مبسوط بالحياه اللي انت عايشها فتقدر انك توقف الفيديو وما تتفرجش عليه، لان الحاجات اللي هتكلم عنها مش ليك. انما بقى لو انت واحد مش حابب الحياه اللي انت عايشها ومش عاجبك الروتين اليومي اللي انت عايش فيه ونفسك حد ياخد بايدك ويدلك على بدايه الطريق، فانا عايزك بقى تصفي ذهنك وتركز معايا قوي قوي في الفيديو ده، وتعتبر ان الفيديو ده هو بدايه الانطلاق ناحيه حياه افضل. في 5 حاجات يا فهيم لازم تكون فاهمهم قوي وتعملهم عشان تقدر انك تسيطر على حياتك وتقدر توصل للحياه الافضل بالنسبه لظروفك. اول حاجه هي الرؤيه. سؤال انت نفسك تطلع ايه يا فهيم اللي كان بيتقالك انت لازم تجاوب عليه، ولازم تجاوب عليه بشكل مفصل وطويل، ودي بتتسمى الرؤيه. رؤيتك لحياتك ونوع شغلك ونوع عربيتك والمكان اللي عايز تعيش فيه انت وزوجتك في المستقبل. لازم تكون عندك رؤيه للمكان اللي انت عايز تكون فيها بعد سنه واثنين وخمسه. تفتكر جت فتره كده كنا بنتريق على الاتش ار اللي شغالين في الشركات لما كانوا بيسالونا انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ هم اصلا مش فارق لهم انت هتبقى فين بعد 5 سنين، لان وارد جدا انك تسيب الشغل او هم يجيبوا حد مكانك. لكن هدف السؤال ده هو انهم بيكونوا عايزين يعرفوا هل انت عندك رؤيه لحياتك الشخصيه ولا لا، لان الانسان اللي عنده رؤيه لحياته ده بينعكس عليه في كل الجوانب ومن ضمنها الجانب العملي. فاجابتك عن السؤال ده كانت بتلعب دور كبير في قبولك في الشغل اللي بتقدم فيه. فهات ورقه وقلم وجاوب على سؤال انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين. جوابك على السؤال ده فهيم هيفتح مداركك لحاجات كتير قوي والطرق كتير قوي المفروض تمشي فيها. وعشان اسهل عليك الخطوه دي هقول لك على سؤالين تسالهم لنفسك، لما تجاوب عليهم هيخلوا عندك رؤيه لحياتك. اول سؤال، اوصف نوع الشغل والطريقه اللي نفسك تشتغل بيها وصف دقيق. يعني نفسك تشتغل في شركه ولا نفسك يكون عندك شركه ولا تشتغل من البيت عامل حر؟ نفسك تكون مبرمج ولا تشتغل مهندس في شركه كبيره؟ وبغض النظر عن الكليه اللي انت فيها او المدرسه او اي حاجه، سيبك من كل الكلام ده واوصف الحاجات اللي انت نفسك فيها وصف دقيق. السؤال الثاني، اوصف البيت اللي نفسك تعيش فيه ونوع العربيه اللي نفسك تركبها والدخل اللي بيدخلك كل اول شهر. عايز تعيش في بيت كبير ولا عايز تعيش في بيت صغير؟ المهم انك تكون معاها. اوصف نوع العربيه اللي نفسك تركبها والفلوس اللي انت عايز تدخلها، بالعمله المحليه ولا بالدولار، ولا عايز تسافر ولا تشتغل اونلاين وبرضه عشان تدخل فلوس بالدولار. اوصف كل حاجه وصف دقيق. الاسئله دي يا فهيم هتخليك شايف نهايه الطريق اللي انت عايز تمشيه، هتعرفك انت امتى تقول انا وصلت، وهنا انت بقى عندك رؤيه لاحلامك المستقبليه. وعايزك تاخد بالك من حاجه مهمه قوي، اهلك بنسبه كبيره بيكون برضه عندهم رؤيه لحياتك. يعني ممكن باباك او مامتك عايزينك تطلع دكتور لكن انت بتحب البرمجه، فالمجالين دول بعاد عن بعض تماما. اوعى تتنازل عن احلامك انت طالما شايف نفسك فيها. اوصف لاهلك ان انت عندك احلام كبيره شغال عليها وشاركهم التفاصيل، لان هم بيكونوا خايفين عليك وعايزين لك الاحسن دايما، لكن الاحسن من وجهه نظرهم ممكن ما يكونش الاحسن بالنسبه لك. عشان كده لازم تكون عارف ان انت صاحب القرار الاول والاخير في حياتك. الحاجه الثانيه، اعرف مكانك. اي طريق في الدنيا فهيم ليه نقطه بدايه وليه نقطه نهايه. خطوه الرؤيه عرفتك النهايه، عرفتك نهايه الطريق بتاعك او نهايه حلمك هتكون ايه. خطوه تعرف مكانك هي الخطوه اللي هتعرفك انت لازم تبدا منين. فين في الطريق؟ في البدايه خالص ولا في النص؟ بتحدد بالظبط موقعك على خريطه احلامك يا فهيم، لان الطريق اللي هيمشيه واحد في الثانوي او في الاعدادي غير الطريق اللي هيمشيه واحد في الجامعه، غير الطريق اللي هيمشيه واحد متخرج وشغال
وكل واحد فيهم ليه طريق، ليه بدايه وليه نهايه. كل المطلوب منك في النقطه دي انك تعرف انت فين وايه الامكانيات والوسائل المتاحه في ايدك. يعني مثلا لو انت واحد مش معاك لابتوب او موبايل قوي ورؤيتك لحياتك انك تكون مبرمج قوي، فهنا مش هينفع تبدا تتعلم برمجه دلوقتي، لازم الاول تجيب وسيله عشان تتعلم منها البرمجه وتتمرن عليها، وهكذا. اعرف كل الوسائل والامكانيات المتاحه في ايدك وقارنها بالحاجات اللي انت حددتها في خطوه الرؤيه، واعرف ظروفك ومسؤولياتك، واعرف الوقت الفاضي اللي بيكون عندك. الخطوه دي اتعرف فيها على نفسك وتعرف على كل حاجه بتحصل لك وكل الظروف اللي انت عايش فيها. الحاجه الثالثه هي الخطه. اظن يا فهيم انت كده بقيت مدرك لحياتك، بقيت عارف ان انت عندك احلام عايز تحققها، وعرفت انت بتبعد قد ايه عن الاحلام دي، وقدرت تتعرف على ظروفك وقارنتها باحلامك، وبقيت عارف هل ظروفك اللي انت عايشها هتساعدك على الوصول، ولا في خطوات لازم تاخدها قبل ما تبدا في رحله الوصول. زي ما وضحنا، لو انت عايز تشتغل مبرمج ومش معاك لابتوب فمش هتعرف تبدا في البرمجه، فلازم تعمل حاجه الاول تجيب بيها فلوس تقدر تشتري اللابتوب عشان تقدر تشتغل في البرمجه. انت وصل لك الفكره اكيد، صح كده؟ بعد ما قدرت تفهم وتعرف كل الحاجات دي لازم تعمل خطه. الخطه دي هي اللي هتوجهك للطريق كل ما تحيد عنه. كل ما تحس نفسك ان انت بتبعد عن طريق احلامك تبص للخطه دي عشان توجهك من اول وجديد. محتاج تعمل خطه للسنه واهداف وتحاول تحققها، وتقسم الاهداف السنويه لخطه ربع سنويه، وبعدين تروح للخطه الشهريه اللي بتحدد فيها اهداف الشهر، وتعمل خطه اسبوعيه ويكون عندك مهام يوميه، والمهام اليوميه هي اقل حاجه تقدر تعملها في الخطه. ولما تنفذ المهام اليوميه كل يوم هتلاقي نفسك حققت الخطه الاسبوعيه والشهريه والسنويه. شايف اللفه دي كلها؟ انا كنت قاصد اقولها لك لسبب واحد. لما بتيجي تحط اهداف لحياتك بتركز على الهدف الكبير. الطريقه دي غلط جدا. يعني بتقول انا نفسي اكون مبرمج جامد قوي واشتغل في شركه جوجل. ما عشان تشتغل في شركه جوجل لازم الاول تشتغل في الشركه اللي تحت بيتكم، ولما تتوفق فيها وتعدي الناس اللي شغالين فيها تطلع على شركه اعلى، وهكذا. فعشان كده ما ينفعش انك تنط على السلم مره واحده. كل حلم او هدف في حياتك الافضل انك تقسمه لحاجات صغيره خالص عشان تقدر تنفذها على مدار اليوم، ويوم ورا التاني هتلاقي نفسك حققت الاسبوع والشهر والربع سنويه والسنويه وهكذا لحد ما توصل. اظن انت دلوقتي بقيت مدرك ازاي تنفذ الخطوه دي. وعشان اسهل عليك، في حلقه كنت عاملها من فتره عن ازاي تحط اهداف السنه وتخطط للسنه، وفي حلقه تانية هتنزل قريب قوي بعلمك فيها ازاي تخطط للشهر وللاسبوع ولليوم. ولو متحمس للحلقه دي اكتب لي في الكومنتات، ولو لقيت عدد كبير محتاجها هنزلها الاسبوع الجاي، تقدر تتفرج عليهم وتاخد منهم الافكار وتطبقها على حياتك. بعد كده هندخل على الحاجه الرابعه واللي هي الخطوه. بعد ما قدرت تخطط لحياتك وقدرت توصل لاقل خطه واللي هي الاهداف اليوميه، جه الوقت اللي تبدا فيه انك تاخد اول خطوه. جه الوقت اللي تحقق فيه كل الاهداف اليوميه. لو حلمك هو اليوتيوب يبقى اول خطوه انك تقوم دلوقتي تعمل دراسه للكونتنت اللي عايز تقدمه، وتشوف هتقدم ايه وتقول ايه، وتبدا تجيب افكار لاول حلقه. لو من ضمن احلامك انك تخس وتخلي جسمك متناسق، يبقى تتحرك دلوقتي وتنزل على اقرب جيم لبيتك. حتى لو انت مش محضر حاجه ومش فاهم اي حاجه في الجيم، اقعد نص ساعه بس تتعرف فيها على الاجهزه وارجع تاني. المهم انك تاخد الخطوه. لو عايز تكون مبرمج ومش معاك جهاز قوي تشتغل عليه، افتح اليوتيوب وتعرف على البرمجه واعرف هي بتقول ايه. افهم اساسيات البرمجه واعرف انواع الشغل اللي هتشتغله لو بقيت مبرمج، واعرف القبض اللي بيقبضوه المبرمجين كام. لم معلومات من كل حاجه ليها علاقه بالبرمجه، واعرف ايه هي الامكانيات المطلوبه عشان تشتغل في جوجل. اي حد مش قادر يبدا اللي بيكون موقفه ان هو مستني ان كل حاجه حواليه تكون مثاليه، ودول معروفين باسم البرفكشنستكس او الكماليين، وهو حد مستني ان كل حاجه تكون مظبوطه على الشعره عشان يبدا. وصدقني انت مش هتقدر تظبط كل حاجه، فما تستناش الظروف المثاليه عشان تاخد بايدك. قوم واتحرك وخد اول خطوه، وكل الخطوات هتيجي بعدها. وركز على يوم بيومه، وخلص مهام اليوم بتاعك وافرح بيه. حط في بالك مبدأ التراكم، ان الحاجات الصغيره اللي بتعملها كل يوم وبشكل مستمر هتديك نتائج عظيمه جدا مع الوقت. ندخل على الحاجه اللي بعد كده واللي هي الالتزام والاستمراريه. اول ما بتاخد الخطوه بتكون مستني النتيجه بعدها بفتره صغيره، ودي تقريبا بتكون اكبر عائق قدام اي حد ماشي في طريق وعايز ينجح فيه، لانه دايما بيكون عايز نتائج سريعه، ولما ما بيلاقيش النتيجه جت بسرعه بيوقف اللي بيعمله وبييأس. يعني انت هتفضل مستمر وملتزم في السعي حتى لو مفيش نتائج، لان صدقني هي الخطوه اللي بعدها هي الوصول للنتيجه. فانت دايما فكر نفسك انك طول ما انت مستمر وملتزم على اللي بتعمله هيجي يوم فجاه وبدون ما تتوقع وتنجح نجاح كبير جدا. ساعتها هتستغرب ازاي كل النجاح ده جه فجاه. الموضوع ما جاش فجاه ولا حاجه، كل الموضوع ان تراكمات السعي المستمره وصلتك للنتيجه اللي انت مفكرها انها جت فجاه. اكيد انت فاهم. عشان كده اوعى تتوقع نتائج سريعه، اوعى تستنى النتيجه بعد اسبوع او شهر او حتى سنه. طالما المكان اللي عايز توصل له ابعد من اللي حواليك عايزين يوصلوا له، يبقى انت لازم تستمر في السعي اكتر وابعد من اللي غيرك بيعملوه. عشان تدرب نفسك على الاستمرار وتعرف خطوات عمليه، اتفرج على حلقه الاستمراريه وطبق كل الخطوات اللي فيها على كل حاجه نفسك تحققها وتنجح فيها. هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن. تعرف ايه الخطوه اللي بعد كده بالظبط يا فهيم؟ هي الوصول. توصل صدقني، لان ربنا قايل وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فصدقني كل السعي ده هيتشاف وهتتكافئ عليه، لان زي ما قلت لك ان الاستمرار
والالتزام هو اللي هيوصلك في الاخر. صدقني يا صديقي، حياتك هتعيشها مره واحده بس، يا اما تعيشها صح يا اما هتفضل طول عمرك تايه لحد ما العمر يعدي بيك. اقف مع نفسك وفكر، هل ربنا خلقك في الحياه لمده 60 سنه ازيد او اقل عشان تعيشها بالطريقه اللي انت عايشها بيها دلوقتي؟ لو الاجابه لا، يبقى لازم تتحرك. صدقني انا بحبكم في الله، اتمنى تكون الحلقه خفيفه على قلبكم زي ما كانت خفيفه على قلبي، واتمنى ان كل واحد شاف الحلقه ياخد خطوه، وبامر الله ربنا هيقف معاكم. ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات اللي جايه. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.